يا هلا. النهارده هنتكلم عن التشافي. ايه التشافي؟ طيب بصوا اقول لكم حاجه. كل ما اجي اكتب بوست او انزل او ارد على كومنت او حاجه في البيج، في دايما بلاقي الجمله بتاعت اول ما اكتب خدي خطوه تجاه نفسك، او خد خطوه تجاه نفسك، او يلا نشتغل على ده، او اشتغل على ده، ومحتاج تبص على كذا. فلاقي الرد بتاع ايوه ازاي، يعني ايه. اول ما اكتب كلمه التشافي، انت محتاجه تاخدي خطوه تجاه التشافي، او محتاجه تبصي للتشافي بنظره مختلفه، او محتاجه تعملي حاجات في التشافي، فلاقي ايوه اللي هو ايه بالظبط التشافي. معلش يعني عمالين تقولوا التشافي التشافي التشافي، وعمالين تقولوا رحلات لطيفه كده بتعملوها مع النفس ومع الحاجات، واحنا محتاجين نفهم التشافي ده يعني ايه، موضوع التشافي. فانا جايه النهارده دلوقتي بعمل الفيديو ده عشان ناخد خطوه تجاه نفسنا. بس هعمل ريفيو لطيف خفيف، اتمنى ان هو يكون خفيف، عن رحله التشافي كلها على بعضها كده. مش قوي يعني، مش هتوغل، مش هخش جوه ماشي، ولكن في تنويه كبير قبل ما اقول الفيديو. اللطفاء الرفقاء الحلوين يعني انا هبقى شديده. معلش يعني الناس اللي عايزين اتبتب، انا مش هقدر اتبتب النهارده. النهارده مش هقدر اطبطب خالص، او يعني ممكن اكون شويه كده هاديه، ولكن احنا هناخد قرارات النهارده، يعني احنا قاعدين القعده دي عشان ناخد قرارات في حياتنا. ف الناس اللي بتمر برحلات مؤلمه في حياتها، لو ما بتسمع حاجه عن التشافي، او بتسمع حاجه عن الالم، او بتسمع حاجه عن الجراح، او بتسمع حاجه عن الازمات او كده، ده بينعكس على جسمك وبيظهر عليك او بيظهر عليكي حاجات زياده، من فضلك ما تتفرجيش على الفيديو، لانه انت محتاجه تستشيري حد قبل ما تتفرجي على اي حاجه يعني بتعمل تريجر لاي مشكله جواكي. يعني ايه؟ يعني بتثير او بتعمل زي بتدوس على زرار جواكي بيوجع. فلو انت من النوع ده اللي هو بتتوجعي بسرعه قوي، وبتتوجعي بتتألمي قوي، وما بتقدريش تتعاملي مع الالم ده، فيو هاف ان انت تروحي لحد متخصص الاول، وما تقعديش تسمعي الفيديو. لانه انا هدوس على زراير. انا اسفه، بس انتوا اللي طلبتوا ده، فانا محتاجه ادوس على الزراير. وعشان اتكلم عن التشافي لازم اتكلم عن الجراح والازمات، وعشان اتكلم عن الجراح انا شويه هحاول ادوس بالراحه، هضغط سيكه. بس لازم ندوس على الجراح عشان ننظف جواها. مش هتبقى جلسه عميقه، ومش هنقعد نتوغل في كل حاجه، ولكن هنعمل كده زي كونكلوجن او ملخص للرحله اللي بتحصل لما بتحصل لنا ازمه في حياتنا او اي حاجه، ازاي بنتشافى منها، وازاي بنطلع منها، وايه الحاجات اللي بنمر بيها، وايه الحاجات اللي بتوقعنا، ايه الحاجات اللي بتخلينا نقع قوي وما نقدرش نقوم، وايه الحاجات اللي بتخلي ناس تانية لا ده بتقع وبتقوم وبيبقوا زي الفل. اشمعنى دول يعني جايبين القوه دي منين؟ فتنويه الى ذوي القلوب الضعيفه، او اللي هم الطيبين الحنينين الكويسين ولاد الناس، ابتعدوا عن هذا الفيديو، فانا ساضغط. هدوس على الزراير. طيب لما بنيجي نتكلم عن التشافي، عشان نتشافى من شيء لازم يكون فيه ألم، لازم يكون فيه وجع، لازم يكون فيه أزمة، لازم يكون فيه جرح. فقبل ما يحصل عندنا تشافي، اول حاجه خالص لازم يكون في عندنا ازمه، لازم يكون في عندنا شيء احنا مش عارفين ما نعمل فيه حاجه، لازم يكون في وجع جوه الروح، او الم جسدي او. ودايما بقول الناس اللي بتشتغل معايا او بتحضر معايا جلسات، انه الالم الجسدي ما هو الا شيء ظاهر قدامك، مادي محسوس ملموس، بيقول لك انه في الم جوه فين؟ في الروح، في روحك، في حياتك، في قلبك، في عقلك الباطن، في معتقداتك، في افكارك، الحاجات اللي بتحصل جوه ما بنشوفهاش. فبتفضل من كتر كبتها او صراعها تولد حاجات تظهر علينا بره، فتقول شوف بقى، يعني حاولت افهمك كتير، عملت اجيب لك ارق، حاولت اجيب لك تهرب من مواقف، حاولت اخليك بتهجم على مواقف، حاولت يعني اشتغلت معاك في العقل كتير، خليتك تعمل حاجات كتير انت مش من طبعك او مش بتعملها، او ثبتك على طباع معينه عشان اقول لك في هنا مشكله، بس انت مش شايف او مش عايز تشوف، او بتهرب من انك تشوف وات ايفر. فرحت جايب لك الاقوى، الالم اللي انت بقى لا يمكن تعرف تتجاهله، اللي هو انت مش عارف تنام، مش عارف تاكل، مش عارف تشرب، مش عارف تعيش. بقى في كمان الم جسدي مصاحب لهذه الافكار، او الحاجه اللي انت بتفكر فيها، او الحاجه اللي مؤرقاك، او الالم اللي بيجي لك. فده بيجي لك عشان يقول لك تكر في هنا حاجه محتاجه انك تبص لها. طيب لما بيبقى كلنا بنمر بازمات في حياتنا،
فاحنا مفيش حد في الدنيا في هذه الحياه غير مبتلى، كلنا مبتلون او مبتلين. فاحنا كلنا ابتلينا، ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا الابتلاء ليه؟ عشان نشوف هو احنا هنعمل ايه في الابتلاء ده. يعني احنا هنتقبل الابتلاء، طب هنتقبله او هنستقبله ونقعد بقى ونندب ونعيط على الابتلاء وهنتكلم عن الندب ده. الندب ده لسه جايين، فالفيديو ده هيبقى طويل فهنندب على الابتلاء ولا هنتقبله ونصبر، ولا هنتقبله ونصبر وناخد خطوه تجاه نفسنا، ولا هنفضل قاعدين في نفس مكاننا تاني؟ احنا هنعمل ايه؟ يعني هو الابتلاء ده بيجي لنا كتست، اختبار. احنا عايشين في الحياه الاختبارات. فالاختبار ده جاي يقول لنا ايه؟ جاي يقول خد اختبار اهو وعلى مقاسك. على فكره الاختبار ده انت متخيل ان الاختبار ده مش على مقاسك، بس هو ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما دام جاب لك ده يبقى الله عارف ان هو مقاسك، بس انت اللي مش عارف، انت اللي مش قادره تقتنعي او تطلعي الحاجات اللي جواكي او تتعاملي معاه، او لسه ما شفتيش الطريق، لسه ما بقاش واضح قدامك اتعامل مع ده ازاي. لكن خلينا نبدا على مبدا ثابت، اصل هو في القران لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالله سبحانه وتعالى لما يبعت لك شيء هو عارف ان انت قد الشيء ده. دورك بقى في الحياه انك تعمل ايه؟ تفضل تنكش يمين شمال فوق تحت، طب في العقل، طب في القلب، طب في الروح، طب في الجسم. هتفضل تنكش في حياتك لحد ما تشوف حل الابتلاء ده ايه، او اول خطوه في الابتلاء ده هتكون عامله ازاي. يبقى خلينا متفقين ان اول نقطه ان كلنا عندنا ازمات وجراح. قد تكون هذه الازمات والجراح او الابتلاءات ازمات قديمه، وقد تكون حديثه، وقد يكون كوليكشن سيلكت اول. سيلكت اول ادوا كارت على طول، دي حط يا عم في السله، احنا هنشتري كله على بعضه. فقد يكون عندك جراح قديمه، والجراح القديمه دي بتيجي منين يا ست اميره؟ من الطفوله يا جماعه. فيعني انا ما عملتش صفحه تربويه من ما فيش، يعني الطفوله بتاخد معانا شويه حاجات كده بؤجه وبنشيلها ونفضل ماشيين بيها. ففي 5 انواع للجراح اللي بتحصل في الطفوله او اللي بتحدث للاطفال. هم صنفوها ب5 حاجات، وتحت ال5 حاجات دي بقى يندرج كلام كتير، فانا هقول البيزك، الحاجات الاساسيه، واللي عايز بقى يخش في التفاصيل يعني استغرق وربنا معاه. فجراحه الطفوله في 5 انواع لجراحات الطفوله، اللي هو جراحة ترك او الهجر، الطفل اللي مامته وباباه سابوه او هجروه. وقد يكون الهجر وهم معاه في نفس البيت، وقد يكون الهجر بانهم سابوه راحوا مكان تاني. وقد يكون الهجر هجر مكان، وقد يكون الهجر هجر مشاعر. يعني الهجر يعني كلمة هجروه او تركوه مش معناه انه اتبرعوا منه، لا، هو معناه انه ممكن يكونوا معاه في نفس المكان وفي نفس البيت وعايشين مع بعض وكل حاجه، ولكن هناك هجر المشاعر، ما فيش اهتمام بيه والى اخره. قلت مش هستغرق. فالهجر او الترك قد يكون ان هم سابوه فعليا حرفيا، تخلوا عنه ماديا في الحقيقه، او قد يكون ان هم تخلوا عنه نفسيا، ما كانوش معاه في حياته وهكذا. طيب بعد كده جراح الرفض او النبذ، انه الطفل ده كان حاسس انه طفل مرفوض، اهله كانوا رافضينه، ومامته كانتش عايزه تحمل فيه، كانت بنته جت بنته وهم كانوا عايزين ولد، جه ولد وهم كانوا عايزين بنت. طباع الطفل نفسها مش زي طباع الام او الاب، فحاسس شويه بالرفض من حد فيهم عشان انا مش زيك، فانت مش حاببني قوي، مش عايزني في خصال انت مش حاببها، الخ، فانا مرفوض لسبب ما، ايا كان هذا السبب، فانا مرفوض او منبوذ. مش مرفوض لاني مش شاطر، مرفوض لاني مش النسخه اللي انت عايزها، مرفوض لاني مش بحقق لك احلامك، مرفوض لسبب ما. وهناك جرح اخر رقم 3 اسمه جرح الظلم. فانا اتظلمت، تكاد تكون ما هتلاقوا مثلا، هتلاقي البنت تقول لك اصل اهلي كانوا بيحبوا الولاد قوي فالبنت اتظلمت، فانا بنت مظلومه عشان كان معايا ولد مثلا. يعني لا والله 2 اخوات، الاب مفضل حد عن حد او الام مفضله حد عن حد، ففي ظلم، في ظلم وقع على الطفل ايا كان هذا النوع من الظلم. حصل مشكله في المدرسه والام او الاب راحوا وجم على ابنهم قبل ما يسمعوا اي حاجه فظلموه من حصل ظلم للطفل، حصل ظلم للحد ده. الجرح الرابع الاهانه او الاذلال، انه الطفل كان بيتعرض للاهانه او الذل، وبيجي منها شويه نوع منها الحب اللي هو مشروط، انت هتعمل كذا هديك كذا، هو جزء منها برضو الثواب والعقاب، بس جزء خفيف قد كده يا جماعه، عشان يعني كلامي ما يتاخدش غلط. يا ريت نفهم الكلام بشكل اوبن مايند، يعني نفتح صدورنا وقلوبنا شويه ونسمع الكلام بشكل لطيف عشان ما نقعدش نتصيد لبعض الاخطاء. ف
جزء منها انه بهينك او بذلك عشان تعمل شيء. لما بتعمل غلط انا بهينك قوي واقل من كرامتك، او قدام الناس انا بستقل بيك، بذلك عشان تاخد حاجات مني واخليك تتحايل عليا قوي، وات ايفر، في اهانه او اذلال بتحصل. والجرح الخامس وهو جرح الخيانه. الام او الاب مثلا سي الطفل قال لهم حاجه وقال لهم مش عايز تقولوا لحد خالص، فخانوه وراحوا قالوا لحد تاني والعيله كلها عرفت واكتشفوا الموضوع. حصل وهكذا. يعني نوع الخيانه بيبقى اكبر بقى، يعني من انا بقول لكم اصغر حاجه لاكبر حاجه. فالخمسه دول، الهجر او الترك، الرفض او النبذ، الظلم، الاهانه او الاذلال والخيانه، الخمسه دول بيشكلوا جراح عند كل طفل. واحنا جوانا، خليني اقول حقيقه، ان احنا جوه كل حد فينا طفل. فاحنا جوه اميره كده، في طفله قاعده اسمها اميره جوه، تعرضت لانواع من الخيانات، وجواكي وجواك وجوا كل الناس طفل قاعد تعرض لانواع من الحاجات دي، لنوع من الجراح دي. تختلف بقى نوع الجراح وتتدرج شده الجراح. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون في حد تعرض لهجر ونبذ وظلم ممكن يكون حد تعرض لخمسه، ممكن حد يتعرض لهجر وترك لهجر ونبذ بس، حد يكون اتعرض لظلم وخيانه بس، حد، وهكذا. يعني في تشكيله، في كولكشن بيحصل. فكل واحد عنده شويه، ممكن يكون عنده واحد وده قليل، او ممكن يكون عنده مجموعه. فكل واحد يقعد مع نفسه ويشوف ايه الكولكشن اللي عنده. بحاول الطف الموضوع شويه، ماشي، عشان ميبقاش تقيل على الانفس. يعني بحاول اضحككم عشان الموضوع يعدي، او يعني يبقى خفيف، مش عايزاه يبقى مؤلم للنفس. ف الخمس انواع من الجراح دول معروفين قوي عند بتوع التربيه وعند الدكاتره النفسيين وعند بتوع السي بي تي، يعني عند الناس المتخصصين في الحاجات النفسويه. انه غالبا معظم ردات الافعال اللي بتيجي وبتبقى قويه وشديده جدا من الناس بيبقى ليها سبب من الطفوله، فبنفضل ننكش 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 ورا السبب لحد ما نلاقي السبب ده. تختلف بقى شده السبب دوت من شخص لاخر. فقد يكون حد اتربى في بيت مليان حب وود ولطف وكذا، ولكنه تعرض للحاجات دي بنسب قليله قوي. بس ماما النهارده ما كانت متعصبه وما رضيتش تسمعني وقالت لي اكيد انت غلطان وظلمتني، جرح ظلم صغنن قد كده اهو. سخنن خالص. فمؤلم برضو، يعني بنشيلها حته كده في الصندوق الاسود وبنعبي. وجرح صغنن على جرح صغنن على جرح صغنن بالصندوق بيبقى ما شاء الله. ف الجراح بتختلف، وقد يكون بقى ظلم بين وكبير، وقد يكون هجر جامد، وقد يكون رفض تماما في كل التصرفات والافعال. كل واحد بتختلف بقى شدة الجرح نفسه والقوة بتاعته. وقد يكون الجرح بيعمل حاجة اسمها turning point أو نقطة تحول في حياة الطفل. يعني إيه؟ يعني يبقى طفل نوع معين وشخصية معينة، وعندما يحصل هذا الجرح بيحصل نقطة تحول للطفل ده، فيتحول لطفل آخر أو شخص آخر أو يتبنى أشياء أخرى. يعني ممكن يكون طفل شجاع ومقدام وكذا، وبعدين تحصل له مثلا نقطة الظلم أو الهجر أو الخيانة أو الكلام دوت، فيتحول لشخص منسحب في الحياة. ايه ده؟ ايه دخل الانسحاب في الموضوع؟ ما هو كل جرح من الجراح ده له رد فعل عندنا كبني ادمين. يعني ايه؟ يعني الشخص اللي رفض، اللي تم رفضه او تم نبذه، غالبا بيطلع شخص منسحب من الحاجات، واللي هو بنسميه اللي هو الشخص اللي هو بيتجاهل وبيهرب وبينسحب وما بيواجهش والحاجات دي. طبعا النسبة بتختلف على حسب نوع الجرح. الشخص مثلا اللي هو ممكن يكون ترك او هجر، تم هجره مثلا من الوالدين او كده، بيطلع شخص متعلق جدا وبيعطي بزياده لانه شايف انه محتاج يدي كتير قوي عشان يستحق الحب. فهو مش شايف ان هو اهله ما فهموهوش ان هو يستحق الحب، لانه الهجر ده اداله رساله ان انت ما تستحقش تتحب. ففضل طول عمره يدي كتير 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 عشان يداري الوجع اللي عنده من غير ما يعرف، وبعدين هيكتشف بعد كده هو يعالج هذه الامور، وهنشوف هيعالجها ازاي وهكذا. فمثلا الهجر والترك بيجيب شخص متعلق او معطاء بزياده، بيعطي بزياده قوي. الرفض او النبذ بيدي حد منسحب او هارب او غير مواجه او الخ. طبعا النسب بتختلف زي ما قلنا. الظلم بيدي شخص متصلب وقاسي، بيدي قسوه، اللي هو لا انا اتظلمت قبل كده مش هسيبهم يظلموني، انا هاخد حقي تالت. عارفين اللي هو بيقف على التنتوفه عشان ما يتظلمش تاني.
الاهانه والاذلال، للاسف الاهانه والاذلال دي بقى بالذات بتيجي منها امراض نفسيه كتير قوي. يعني في امراض كتير ممكن تتعالج في الحاجات التانية، لكن الاهانه والاذلال بالذات بيطلع منها، هي ليها اسامي صعبه فانا مش هينفع اقولها في الفيديو عشان انا فيديوهاتي محترمه. بيطلع فيها الامراض النفسيه الشديده جدا، ان هم ناس اللي بيتلذذوا بقى بالتعذيب والاهانه والحاجات، حاجات يعني مش حابه ان انا اتكلم عنها. وطبعا بنسب الام يعني او بدايتها الام اللي كل ما ابنها يعمل انت حيوان انت مش عارف، فتلاقي انت دايما ماسكه على كلمه بتقوليها بحرقه قوي. ليه؟ التصرف اللي الطفل عمله لا يساوي هذه الحرقه. جايبه الحرقه دي منين؟ يعني ده بدايه، دي حاجه صغننه. بعد كده بقى رايحين هناك في ناس بتتفنن في الجلد والتعذيب والكوي والمش عارف ايه. يا جماعه بتحصل الحاجات دي، مش بس نسخ مشوهه في الحضانات وفي الكلام ده، لا بيحصل من اهالي كتير، يعني من اهالي مش هقول كتير بس بيحصل للاسف، لان هم عندهم مشاكل نفسيه محتاجه تتعالج. طيب الخامس اللي هو الخيانه، والشخص اللي اتخان قبل كده بيحب قوي يبقى مسيطر جدا. يعني هو مش يعني هيتحكم في كل الامور وهيسيطر على كل الامور لانه اتخان او اترفض او كذا. فهو بيحب دايما ان كل حاجه تبقى تحت السيطره عشان مفيش حاجه تخرج عن اللي حصل وما يتخانش تاني. انا مش هتخان تاني. فكل جرح بيعمل ايه؟ بيبقى له رد فعل للشخصيه، فبيحصل تيرنينج بوينت، نقطه تحول للطفل او للشخص، ويتبنى وجهه نظر معينه بداخله في جوه في عقله والباطن. وبيحصل بقى اللاوعي بياخد بقى الحاجات دي ويظبطها ونشتغل عليها. واول ما تحصل اي مشكله او اي حاجه تلمس وتتريجر تعمل ايه؟ بتستحثك كده، اللي هي إيه اسمها ايه ما في مصطلحات ما ينفعش اقولها في الفيديوهات. يعني هي تريجر، يعني هي بتتريجر، بتدوس على زرار. خلينا نقول انها بتدوس على زرار معين. حد تصرف مثلا تصرف قدامك تصرف معين، او وشه بقى باتيتيود معين، جاب رياكشنات معينه، او قال في كلامه وانت بتقرا مثلا قال في كلامه جمله معينه او حاجه معينه، او تصرف معين لمست معاك مع جرح من الجراح بتاعتك، مع حد كان بيعمل كده في مش عارف ايه في الابا في العقل بدأ لك خد تعال ده هيأذيك. فراح ايه؟ طلع دفاعاتك. ايه دفاعاتك؟ الحاجات بقى اللي احنا قلناها، اما انت تديله قوي قوي عشان يفضل معاك، او انك تتسحب وتسيبه خالص وتمشي عشان هو هيأذيك، او انك تتحكم فيه جدا وتسيطر عليه، او انك تهينه وتوقفه عند حد عشان انا ما حدش يعمل فيا كده، او انك تبقى مش هسمع ومش هعمل، انت غلطت يعني غلطت ومفيش كلام، ومتصلب جدا. فردود افعالك اللي هي بتبقى قويه شديده، اللي لا تتزعزع من مكانها، وانت ذات نفسك في اوقات، او انت ذات نفسك اوقات بتستغربي هو انا ليه بعمل كده طول الوقت بنفس الشكل بنفس التصرف، مع يعني ليه؟ عشان في حاجه جوه بتقول انه احنا اتوجعنا قوي من ده فمش هنسيب حد يوجعنا تاني. اوكي الموضوع كبير كبير، وانا بحاول والله ما ادخلش جواه قوي، بس هو لازم ادخل، مش عارفه اعمل ايه. نرتب ف كلنا عندنا جراح، فاحنا بقى ماشيين ببقجه مليانه شويه جراح من الجراح بتاعه الطفوله، تختلف بقى من شخص لشخص نوع الجراح وشدتها وقوتها. طيب الى جانب هذه الجراح احنا عايشين بقى ماشيين في الحياه، فاحنا خلاص خدنا الجراح دي وحطيناها في صندوق اسود واتدفنت جوانا، ومش قادرين نفتحها ومش قادرين نعملها. بس لما بتلمس او حد بيتريجر اي حاجه من الحاجات دي، ممكن يكون من غير ما يقصد خالص، احنا فجاه رد الفعل بيطلع سريع وبديهي اهدى اديله، ما تسيبوش، اوعى يجرحك، اوعى يجي جنبك تاني. فبنروح نتصرف كده على طول. طيب واحنا ماشيين طول الحياه بيحصل كده. طيب وتوجعنا مره واثنين وثلاثه، بنفضل زي ما احنا الى ان تيجي نقطه معينه في الحياه والوجع يبقى شديد قوي، لا احنا مش قادرين نتحمل بقى، لا هو في حاجه غلط، بتقول نفسك لا هو يعني في حاجه فوق مستوى الاحتمال. اما انه انت يعني جسمك يتحول لانه انا مش عارفه انام، انا مش عارفه اكل، انا مش عارفه اشرب، انا على طول زهقان، على طول مش طايق الحياه، على طول مكتئب، نخش بقى في حاجات، او ان جسمك يبدا يطلع لك اشارات ان في حاجات انت مش واخد بالك منها فمحتاج تاخد بالك منها. وهنا تبدا نقطه التحول في حياتك، لما تاخد قرار انه انا هقعد واسمع واشوف، وتقولي لنفسك انا هشوف ايه المشكله وهي فين بالظبط. طيب هنا انا ادركت ان في ازمه، قد تكون الازمه دي حديثه دلوقتي حاليا معايا في مشكله، مثلا حصلت لي مشكله في علاقه من العلاقات، او حصلت لي مشكله مع اولادي، او حصلت لي مشكله في حصلت اي ازمه او اي موقف اثار هذه المشكله القديمه او الجرح القديم او الحاجه القديمه وطلع وجعها قوي، او انا فانا ما بقتش فاهم ايه اللي بيحصل، لكن في حاجه بتقول لي انت لازم تتحرك، انت في حاجه غلط. دايما لما
لما تلاقي جواكي في احساس بيقول ان في حاجه غلط، يا ريت تصدق هذا الاحساس. يا ريت ارجوكوا، لان احنا اكتر حاجه بنعملها في الحياه واكتر احلى حاجه بنعملها وبنفكر نفسنا اقوياء واحنا بنعملها، احنا احساس مين؟ احنا مش فاضيين، ورانا حاجات كتير. فبنتجاهل هذه الاحاسيس وهذه المشاعر وبنمشي، يبقى قطر معدي دو افرم كل اللي انت حاسس بيه. انت مش من حقك تحس اصلا، مش حقك تقف ولا تقول لا في حاجه غلط. غلط، انت عايش عيشه زي القرده، ارضى، خليك راضي كده وامشي. انت مهم تفضل مستمر لقدام. فيا ريت لو سمحتوا لما تيجي حاجه تحس ان احنا فينا حاجه غريبه او حاجه غلط او نقف ونسمعها ونقول في ايه. طيب دايما لما بقول نقف ونسمعها الناس بتتخيل وستوب حياتنا بوز، وقف، احنا هنقعد ونسمع. لا، يعني اقصد احنا مش هنوقف حياتنا، هي حياتنا تبقى ماشيه زي ما هي، لكن احنا لينا وقت محدد مع نفسنا بنقعد نشوف هو في ايه بيحصل جوانا. احنا بنتكلم مع نفسنا قبل ما نروح نتكلم مع الاشخاص والناس التانية. احنا بنشوف هو ليه بيحصل كده، هو انا اسال نفسي ايه اللي حصل، ايه اللي بيحصل. فاعترف ان في مشكله، دي اول حاجه، ان في ازمه وفي مشكله انا حاصله لي. لازم يكون عندي ازمه، لازم يكون عندي ابتلاء، لازم يكون عندي جرح، لازم يكون عندي حاجه. مفيش حد خالي في الدنيا، نو واي، نو وان، مفيش حد كامل. هي اصلا ربنا بعت لنا ده عشان نفضل نشتغل على نفسنا ونطور من نفسنا. يبقى كلنا عندنا ازمات، كلنا عندنا جراح، تختلف شده الجراح وشده الازمات على حسب قوه تحمل كل واحد، وربنا ادرى بقوه تحمل كل واحد. رقم 2 اني اقعد واعترف وادي لنفسي فرصه اني اقعد اسمع نفسي. ما هذا الذي يحدث؟ اسمع نفسي ولا اتجاهلها، لانه معظم الناس للاسف بتتجاهل نفسها، بتتجاهل اللي هي حاساه، بتتجاهل انه في مشكله اصلا. بتفضل تقول لا احنا زي الفل. هو الحامل ماله؟ تفضل تقول اصلا احنا زي الفل، احنا مش فاضيين الكلام ده، اصل الكلام ده هيطلع وجع وهيطلع حاجات، واحنا ورانا بقى مسؤوليات ورانا حاجات. حلو. طول ما احنا عمالين نتجاهل الوجع ونتجاهل الحاجات اللي بتحصل، هتفضل تكبر 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 وتجيب لنا حاجات اكبر معاها. يعني احنا هايس والله. هتجيب لنا حاجات معاها كبيره، هتجيب لنا حاجات معاها اكبر، هتجيب لنا مشاكل نفسيه اعمق، هتجيب لنا مشاكل جسمانيه اثقل. فكل ما بنخلص من الحاجات دي وبنفتح الصندوق الاسود بتاعنا بنتحرر. يبقى تاني حاجه ان انا اعترف ان انا عندي مشكله، ومجرد اعترافي ان انا عندي مشكله. ما انا اعترف يا امير، ايه المشكله؟ ما نقول ان انا عندي مشكله وخلاص. لا، ما هو اعترافك بالمشكله بيخرجك اوت اوف يور كومفورت زون. يعني ايه؟ يعني منطقه الراحه الاستكنيوس، انا قاعد مرتاح ومستجنيس ومبسوط وحياتي روتينيه وكل حاجه معروفه. فاحنا بنيجي عند مرحله ان كل حاجه معروفه وبنحس بالامان. لما يجي حاجه تطرح حاجه جديده ومحتاجين ناخد لها خطوه او نعمل لها حاجه، لا ايه ده؟ في مجهول، في حاجه انا مش عارفه، ما جربتهاش قبل كده، يبقى في حاجه خايف منها، مش هقدر اواجهها، او انا خايف من ممكن اصلا يطلع لي حاجات انا ما اقدرش اواجهها. فالخوف بيعمل ايه؟ لا، يفضل العقل الباطن يقول لك ايه؟ يا ابني يا حبيبي خليك قاعد في المكان اللي انت عارفه. يا ماما انت ما تعرفيش الحاجه، انت عارفه الناس اللي بيروحوا للدكاتره النفسيين وبيحصل لهم ايه في الاخر؟ بياخدوا كلهم ادويه بتتسيطر عليهم، وبعدين يقولوا عليكي مجنونه، وبعدين كلنا عندنا مشاكل. ايه يعني؟ ايه يعني مامتك عملت كذا، ولا باباكي حصل كذا، ولا ايه يعني انت مش زي كل الناس، ما الناس كلها كده، هتوجع لنا دماغنا. فهو عمال كل شويه يقول لك حاجات عشان يقعدك فين؟ في الكومفورت زون، في المكان بتاع الاستراحه بتاعك، اللي هو انت مش هتتطوري فيه ومش هتتحركي من مكانك، هو انت ثابته. وهو في الحقيقه مش عايز يأذيكي، هو في الحقيقه خايف عليكي عشان عايزك تبقي في امان، لانه هو بيخاف من الجهل. العقل الباطن ده او السبكونشس خاف من الجهل. هو مش عارف، هو عايز الحاجات اللي هو عارفها. انا عايز الحاجات اللي انا عارفها، الحاجات اللي انا مش عارفها انا مش عارفه عواقبها ومش عارفه توديني لفين، فممكن توديني لمصيبه، بس هي برضه ممكن تودينا لحته حلوه. ايوه بس مش مضمون، ما فيش حاجه مضمونه في الدنيا، بس احنا محتاجين ناخد خطوه ونروح عشان نعرف. طيب عشان نطمن هذا الخوف، عشان نقول العقل الباطن اطمن، العقل دايما بيطمن بايه؟ بالمعرفه. ان انا ابقى عندي خطوات، ان انا ابقى عارف، ان انا ابقى مدرك، ان انا اخد ما هجمش مره واحده على الحاجات ولا انسحب خالص. انا اخد خطوات بسيطه، البيبي ستيبس اللي دايما بتكلم عنها، خطوات بسيطه صغيره في حياتك كل يوم. يعني لو بدات فيها من النهارده هتلاقي حياتك بعد سنه بقت في حته تانية. لكن فكره ان انا قاعده في الكومفورت زون او في المكان اللي مش عايزه اتحرك منه ومش عايزه اقوم منه عشان ابقى في امان، فانت مش في امان. انت ده وهم انك في امان، لكن انت طول الوقت خايفه، طول الوقت قلقانه، طول الوقت متوتره، بتتألمي من جوه، محدش حاسس بيكي. الخ الخ الخ. طبعا الناس اللي عندها يعني الناس عارفه الحاجات اللي جواها. فالناس اللي بتنكر عارفه اللي من جواها تقول انا زي الفل. مفيش حد زي الفل، احنا كلنا مش زي الفل، بس في حد مش عايز يشوف او مش قادر يواجه ويشوف، لانه عارف ان في بلاعه هتتفتح مش هيقدر يلم عليها.
هو بيقول لنفسه كده. او في ناس بتقول انه يلا هدوس، فبتدوس بغشوميه فبتتعور جامد. وفي ناس بالراحه واحده واحده، لان هم لما بيعرفوا او لما بيتابعوا ناس بتبقى عندها شويه توازن في الحياه، بيقولوا بالراحه، بيقولوا لهم ان الحاجه بتيجي واحده واحده، مفيش حاجه بتيجي قفش ومفيش حاجه بننسحب منها خالص. هي كل حاجه بتيجي بتوازن وبهدوء، عشان it takes time. كل حاجه بتاخد وقت، كل حاجه بتتصلح بتترمم. يعني البيت لما بيحصل فيه تشققات بيترمم، بس بياخد وقت على ما يترمم. احنا بنمشي الصبح نقرر نرممه فهنرممه دلوقتي حالا. لا، احنا بناخد اول حيطه تاني حيطه بنرممه، بناخد وقت واحنا بنرممه. it takes time. واحنا عايشين يعني احنا بنفضل عايشين هنفضل نرمم. فهي رحله حياه مش رحله وقتيه بتشافى وخلاص خلصت. ده اللي لسه هقوله. طيب دي رقم 2. رقم 3، ابدا بقى اخد خطوه تجاه نفسي، ودي اللي دايما ناس كتير بتقف فيها. حلو، عرفت ان انا عندي مشكله في جراح من جراح الطفوله، عرفت ان انا عندي ازمه دلوقتي في علاقه من العلاقات، عرفت ان انا عندي مشكله مع طبع من طباعي انا بتصرف بيه دايما ودايما بعمله وكذا ومش عاجبني وعايزه اصلح. اعمل ايه بقى؟ خد خطوه تجاه نفسك. دي اللي هي ايه؟ ناخد خطوه تجاه نفسنا، اللي هي هنقول لنفسنا انا هعمل ايه عشان ابدا اشتغل على ده. ايه ده؟ هو السؤال ده؟ ايوه هو السؤال ده. انا السؤال ده هو اللي هيوديني. السؤال بتاع انا موجوعه وتعبانه وعندي الم وجرح ممكن يفضل مقعدني في الحته بتاعه الكومفورت زون اللي قلنا عليها، ويفضل بقى مقعدني في الحته بتاعه الندب. انا اتظلمت، انا اتهجرت، انا اتركت، انا اديت بزياده ومحدش حس بيا، انا افضل دايما عمال اندب بس. وعلى فكره كلنا بلا استثناء مفيش حد عنده جرح ما بيعديش على مرحله الندب. دي مرحله لازم نعدي بيها. فهو احنا يعني بنعرف ان في ازمه وبنتقبل ان في ازمه ثم نبدا في الندب. فدي مرحله عاديه جدا جدا جدا. لو انت في هذه المرحله فانت طبيعيه، ولكن ما بنقعدش بقى ونريح. احنا يعني لازم نطلع ونخرج ونتكلم ونعيط ونبكي ونحزن على، تصعب علينا نفسنا عادي، ونحزن على الحاجات اللي حصلت عادي مفيش مشكله. بس بناخد خطوه بقى بنتحرك. يعني اللي هي مرحله الندب دي بتبقى استراحه بتقولك انت ادركت ان انت موجوع. ايه ده؟ اخيرا انت موجوع فعلا، ومن حقك انك تتوجع، وده حصل، وانت متألم او انت متألمه ومن حقك انك تتألمي. فمرحله الندب بتبقى هنا بقى. انا بتصعب عليا نفسي، بتصعب عليا سنين حياتي، بتصعب عليا كل الوجع اللي اتوجعته. اتس اوكي ان انا يصعب عليا نفسي، اتس اوكي ان انا اعيط. الرسول عليه الصلاه والسلام بكى في امور كتير والناس شافت بكائه. فمش المفروض ان احنا يعني نستخبى او نتكسف من المنا او وجعنا، لانه كل الناس بتتوجع. مش معنى ان انا بتوجع او ان انا دلوقتي موجوعه او ان انا متالمه او ان انا ببكي او كذا ان انا بقى انسانه ضعيفه او شخصيه ضعيفه. لا خالص، ملهاش علاقه بالقوه او الضعف. هو الضعف هيجي من حته تانية، من حته هو انا هفضل في الحته بتاعت الندب دي طول حياتي، هفضل قاعده فيها، ولا انا فعلا شخصيه قويه هبدا اخد خطوه بقى. يعني هعيط شويه وهفرغ المشاعر وهقول وهشتكي وهعمل، بس هاخد خطوه بقى. هي هنا بتفرق. الشخصيات الغير قويه بقى او اللي ما بتقدرش تكنترول في حياتها او تاخد حياتها خطوه احسن تفضل قاعده في الحته دي. يعني الكمفورت زون، هندب واعيط وحاسس نفسي ان انا ضحيه ومظلومه وان انا هم جم عليا وان هم وحشين وافضل ادعي عليهم واصلي وانزل بوستات افضل اندب فيها والقح الحته دي ناس كتير بتفضل قاعده فيها. بيبانوا قوي، بيبقوا باينين جدا. وبيبان كمان من الناس اللي بتفرغها كمشاعر او بتقولها، بيبان كمان ان هي مجرد تفريغ المشاعر، مش مستغرقين فيها قوي. فالحته دي بعدها بقى بيجي القرار بتاع لا انا محتاجه اخد خطوه تجاه نفسي. انا بقالي كتير قوي بشتكي وبندب وبعيط وانا مش هفضل قاعده كده، انا رايحه ناحيه اكتئاب او باين ان انا كذا، لا انا كذا. فاخد خطوه تجاه نفسي، اما ان انا ابقى اصلا عندي ثقافه نفسيه او عارفه الحاجات، فعارفه اعمل ايه. فرغت واشتكيت حلو، وبعدين محتاجه اخد خطوه تجاه معالجه الالم او الجرح ده، او ان انا لا مش عارفه ومش قادره فبستعين بحد متخصص. وهقولهم لكم بالترتيب كده، في ناس ممكن تزعل مني من الترتيب بس هقولهم لكم بالترتيب. هما في الاول بيبقى اللايف كوتش، بنتوجه الاول للايف كوتش ان هو بيساعدنا نخلي جوده حياتنا احسن، ننظم الحاجات، نتعرف على الحاجات، نربط الافكار والمشاعر والحاجات ببعضها، يعني بيساعدنا نخلي جوده حياتنا افضل شويه. ثم بعدها اللي هو السي بي تي او الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي او العلاج السلوكي المعرفي.
متخصص في العلاج في السي بي تي بيبدا بقى يربط الحاجات الماضيه بالحاجات الحاضره، ونشوف ردود الافعال بتيجي منين والتصرفات دي بتيجي منين. ثم لو في اعراض جسديه شديده ومؤلمه، او في حاجه محتاجه تدخل ادويه، او ممكن يبقى مفيش تدخل ادويه بس في اعراض شديده وقويه قوي، بتتحول لطبيب نفسي، لانه الشخص اللي ممكن يكتب لك ادويه ليها علاقه بالاكتئاب او ليها علاقه بحاجات نفسيه هو الطبيب النفسي. السي بي تي ما بيكتبش ادويه، اللايف كوتش او اي نوع من انواع الكوتشز ما بيكتبوش ادويه، لكن الشخص الوحيد اللي يقدر يكتب لك ادويه هو الطبيب النفسي. فبالتدريج كده لو حالتي مخنوق ومتضايقه وي 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 بس عايزه احسن من جوده حياتي، او عايزه افهم هو انا ليه بعمل كده، او الافكار دي جايه منين، او اربطها، او حد يساعدني ويسمعني عشان اقول الكلام ده ونربطه، بيبقى لايف كوتش. بعد كده بيبقى سي بي تي، بيبقى بعد كده بيبقى طبيب نفسي. حلو، يبقى انا عرفت هتوجه فين. قبليهم بقى في المرحله بتاعه الاهل والاصدقاء والندب والحاجات دي، حلو، بس انا ابقى مدرك قوي وواعي انه ما افضلش اندب للناس كلها، وما افضلش اشتكي للناس كلها، لانه الناس اللي بنشتكي لهم او الناس اللي بنقول لهم اللي بحكي لهم عن اللي جوايا، لو مش واعيين وما عندهمش قدر من الوعي ان هم فاهمين ان انا بتألم، وانه الشكوى دي مجرد وقت وبتروح، انا رايح في حته تانية بعدها، بيتحول لان هم بيبقوا نقطه في حياتي بتشدني اصلا. كل ما اشوفهم بيفضلوا يدوسوا على الحته دي اكتر، ما بيتفهموش. فلازم يكون شخص ما بيحكمش عليك، لازم يكون شخص بيتفهم واعي جدا انه الكلام ده بيتقال في مرحله معينه، وانه ممكن معظمه تكون مشاعر قويه جدا، مش لازم يبني شخصيتك عليها او ياخد عنك انطباع بيها، لا خالص، وانها مرحله وهتعدي. لو هو مدرك ده حلو جدا، لو هو مش مدرك ده، او لو صاحبتك صديقتك مامتك باباك اي حد حواليكي جوزك وات ايفر مدرك ده حلو. لو مش مدرك ده يبقى مش هحبس خالص ان احنا نتكلم عليه او افضفض، اروح افضفض مع حد متخصص او اتكلم مع حد متخصص هو بروفيشنال كويس، فاهم ان الشغل، يعني فاهم شغله، وفاهم هو اللي بيطلع الكلام ده جاي منين ورايح فين. تمام، يعني مبيبقاش فاهم رايح فين قوي، لانه بتعرفوا سوا هو رايح فين، بس هو بيبقى فاهم هو جاي منين، يعني اغلب الوقت بيبقى فاهم هو جاي منين لو حد شاطر قوي. تمام، يبقى انا عرفت ان عندي ازمه، اتعرفت عليها واعترفت بيها، خدت قرار ان اخرج بره الكومفورت زون واخد خطوه تجاه نفسي، ابدا بخطوات بسيطه صغيره. طيب والله يا اميره انا مش عارفه، يعني انا سمعت الحاجات دي كلها وحاسه ان في الم او وجع، انا في حاجات وجعاني ومتالمه منها، انت لسه مش فاهمه هي ايه بالظبط. حلو، ابدا اقرا مقالات، اشوف فيديوهات على اليوتيوب لناس ثقه، مش اي حاجه يا جماعه، لان الفيديوهات كتير جدا، والناس اللي بتخش بقى بتاخد الكلام ده وتخش في مناطق تانية بتبقى حاجات ممكن تاخدك في عالم تاني كده غريب شويه. فانا هسمع من ناس ثقه مثقفه، ناس تراستد، يعني ناس موثوق فيها، او هروح لمتخصص يفهمني عن الحاجات دي. يبقى انا كده خدت خطوه تجاه نفسي، انا بدات اعمل حاجه عشان نفسي، عشان افهم اللي بيحصل جوه. انا اعترفت ان في حاجه جوه، عايزه افهم ايه اللي بيحصل جوه ده، او ايه اللي موصلني للمرحله دي. فانا بدات دلوقتي اعالج السورس، مش اشوف العرض نفسه، العرض اللي هو بيقول لي ان جسمك ايدك دي بقت بتترعش، اصلك ما بتنامش طول الليل، في ارق، اصل دايما بتتعصب وتكسر الدنيا حواليك، انت دايما باي حد يقول لك اي حاجه اول ما تبدا تتكلم تهجمي عليها وتفضلي تزعقي وتشتمي وتحكمي على كل في حاجه بتحصل. فانا عايزه افهم اللي وراها ايه، ليه باخد نفس رد الفعل كل مره، كل ما اللي تحصل حاجه تتريجر ده، او تدوس على الزرار ده، انا باخد نفس رد الفعل، وانا مش عاجبني رد الفعل ده او مش راضي عنه، لانه ممكن اكون باذي بيه نفسي، باذي بيه ناس بقى، مش مريح في حياتي. فاظهر لي عرض بقى، العرض اللي هو صداع مثلا، بطني بتوجعني لما بيحصل الموقف ده، مش عارفه انام، ده في الم معين، نوع مرض معين ظهر لي. الناس بتوع الفايبرو اهلا بيكم، تعالوا لي. فيعني احنا بنخش في مراحل، كل ما تتجاهل وتطنش الالم فالاعراض بتزيد. كل ما تتجاهل وتقول انا زي الفل، انا تمام، يلا ركز على شغلي، يلا ركز على حياتي، يلا ركز على كذا، وتدوس قوي في الحياه وانت مش بتعالج الحاجات ومش بتقعد لها ومش بتاخد لها وقت، الاعراض بتتطور والحاجات بتزيد. طيب بعد كده خدت خطوه وبدات اشتغل على نفسي وكل حاجه. يا امير، اول مره مثلا رحت لحد متخصص كنت جايه كويسه جدا وبدات اشتغلت يعني كنت جايه تعبانه قوي، تاني مره اريح شويه، تالت مره مش عارفه ايه، بعدين انا حاسه ان انا زي الفل، انا حاسه ان انا بقيت احسن كتير كتير كتير. ثم فجاه يحصل انتكاسه، انا جاي موقف حد عمل كذا او قال كذا، انا رحت وما بقتش قادره. طيب هنا بقى الناس بترجع تقول لا خلاص بقى الموضوع ده ملوش اي لازمه ولا تشافي ولا بتاع، والحاجات دي بتفضل معانا واحنا مكملين بيها، انتوا فتحتوا باب ما كانش ينفع اصلا يتفتح وكذا.
يا جماعه كل الناس اللي بتمر بمراحل من مرحله التشافي من شيء او من الم او من وجع معين لازم يحصل لها اختبارات شكات دبوس. يعني ايه شكة دبوس؟ هي لازم كل فتره يجي حاجه تختبر مدى تشافيك من الموضوع ده. فمش معنى انك عرفته واخدت خطوه عليه واشتغلتي عليه انه هيختفي. هو كل فتره كده هتيجي شكة دبوس، حد يعمل حاجه من الحاجات اللي بتوجعك دي عشان تشوفي هو انت بتاخدي نفس رد الفعل ولا لا. رد الفعل اتغير، انت نفسك طورتي حاجات فيكي واشتغلتي عليها، ولا استيل نفس الشخص. الاختبارات دي ناس بتقع فيها كتير بقى. ليه؟ بتتخيل انه الانتكاسات او الحاجات اللي بتحصل احنا كده ما عملناش حاجه. لا، احنا عملنا، بس ما تتوقعيش من نفسك الكمال من اول مره. ما تتوقعيش من نفسك ان رد فعلك هيبقى بيرفكت من اول مره. ما تتوقعيش من نفسك الفكره. امتى احس ان انا انتكست قوي؟ لما بقى خلاص ما اشتغلتش خالص على نفسي، او ما فيش اي حاجه فيها اتغيرت. افرحي باي حاجه فيك اتطورت ولو حاجه بسيطه. اصل انا كنت ببدا اهجم وفجاه بدات امسك نفسي، بدات اقول لنفسي من جوه لا يعني اهدي شويه، ادي لنفسك وقت تفكري. ما جات لي مسج، المسج دي لما بتجيلي دايما بتوترني، فانا قبل ما اكتب مسج وارد قلت لنفسك طب استني ساعتين، ابعدي عن الموبايل مثلا ساعه، لملمي الحاجات اللي يعني اللي جواكي، وبعدين لملمي الافكار، وبعدين ردي. ادي نفسك يوم، ادي نفسك كذا، على حسب انا بهدى امتى او انا بقدر اسيطر امتى. بدات اخد خطوه تجاه اني اغير رد الفعل والتصرف. بدل ما كنت بقيت بدل ما كنت بنسحب خالص وما مش موجود وبتجاهل وما بردش وما بكلمش الناس وما بتفاعلش معاهم، بقيت بقرب خطوات، خطوه وخطوه ورا خطوه لحد ما هلاقي نفسي جوه الموقف. فلو باخد خطوه كل شويه هيجي لي تيست يشوف انا ثابت على الخطوه دي ولا لا، انا تمام ولا لا، عشان بعدها ابدا اخد خطوه اطلع السلمه اللي بعدها. ما هو احنا بنطلع السلم درجات، مش هتنط مره واحده وتطلعي فوق. فيعني ما تتوقعيش كده من نفسك. فكل شويه لازم يجيك شكه، افتكري شكه الدبوس. كل ما تلاقي موقف بدا يتعصبك ويثيرك، هم بيعملوا دايما كده، هم هيفضلوا يعملوا كده على طول. هي الاختبارات بتبقى كده. هو هيجي حد لو هم اللي ما عملوش كده وما قالوش الجمله دي او ما قالوش الحاجه اللي بتضايقك دي او ما عملوش التصرف اللي بيضايقك ده، وانت ماشيه في الشارع حد هيعمل، هي هتحصل عشان تشوفي انت وصلتي لفين. فما تقعديش تلومي الناس، لان هم مجرد اسباب اللي هيحصل لك عشان تشوفي مستوى التطور جواكي والوعي جواكي وصل لحد فين. فالاختبارات هتفضل تحصل طول الوقت. ادراكك لان ده اختبار هيخلي الموضوع يعدي بسهوله. انك تاخدي دايما وقت كده بسيط. لو انت شخص منسحب قوي او مش بيعمل في الحاجات، ما تاخديش وقت كتير، لا زقي نفسك انك تتحركي. لو انت شخص بيهجم على الحاجات بسرعه وتصرفه سريع، لا هدي نفسي وقت ان انا انسحب، ان انا اهدى شويه واتوازن شويه واخد وقت على ما ادي رد فعل عشان اشوف انا رايحه فين وجايه منين. هعمل رد فعل مختلف عن رد الفعل اللي انا كنت بعمله كل مره، ولكن بنسب. مش هتوقع من نفسي اني اعمله تماما حلو، لا، بالراحه، واحده واحده. طيب، في مرحله الاختبارات او في مرحله ان انا حاسه ان انا بقيت افضل، يعني افضل شويه وكل شويه انا اتعافيت، انا بقيت شايفه الحاجات واشتغلت عليها او لسه بشتغل عليها بس حاسه ان انا احسن. في هذه المرحله بتيجي تركه تانية كده بتوقع ناس كتير، اللي هي الانتقام. انا لازم اخد حقي منهم، انا مش هسيبهم، انا مش هسامحهم، انا مش انا. فالانتقام بيبقى جوايا رغبه بالانتقام رهيبه من الناس اللي اذوني او اللي وجعوني او. طيب، عايزه اقول لكم قاعده اساسيه بيزك كده، انه اي حد بيتشافى من شيء ما بيفكرش خالص في الانتقام، هو بيبقى متسامح. يعني ايه متسامح؟ ابقى استني بعد اللي عملوه فيا ده كله انا ممكن اسامحهم؟ لا، ثانيه واحده. هو انت بتتسامح من جواك اولا مش عشانهم، ده اولا، عشان نفسك، عشان انت الكره او الغل او الحقد او الانتقام دي كلها مشاعر تقيله قوي، فهنشيلها جوه. احنا ماشيين بيها البؤجه بتاعتنا والصندوق الاسود شايلين فيها الحاجات دي. فانا شايله جوه مشاعر انتقام، مشاعر كره، مشاعر غل، مشاعر ذوق، مشاعر وحشه كتير، مشاعر صعبه، بلاش اقول وحشه، بس مشاعر تقيله قوي. انا هفضل ماشيه بيها شايلاها وقاعده مستنيه انتقام ربنا، او ربنا ياخد لي حقي، او انا هنتقم منهم في يوم لما ابقى كويسه واحسن. ما هو ده مؤلم. احنا عايزين هنا يبقى احسن، احنا عايزين نبقى كويسين. اصل كل ما هنا يبقى احسن ويبقى حلو، انت روحك هتبقى احسن، شخصيتك هتبقى احسن، تطورك هيبقى احسن، حياتك هتبقى احسن. مش عايزين نغير من جوده حياتنا ونعلي منها، ما هو هي خطوات بناخدها من جوه لبره، مش من بره لجوه. هناخدها من جوه الروح والنفس والقلب. فانا بسامح اي حد مش عشانه، عشاني انا استحق انه انا ما امشيش بكل هذا الالم، عشان ما ينفعش امشي بكل ده. طب ما هو انا يا اميره دول جاروا قوي على حلو، انا بسامح التصرف اللي هم عملوه، بسامحهم، ولكن هذا لا يمنع ان انا عايز حقي يا رب، او انا لو في موقع قدره ان انا اخد حقي اقدر اخده. التسامح
هو الاذان اذن في ودني، فانا مش عارفه يعني هوقف هبوز وارجع تاني عشان ما يطلعش في الفيديو. تمام، رجعنا بعد الاذان. طيب فانا بتشافى هنا عشاني انا. معلش انا شربت القهوه بتشافى هنا عشاني انا، عشان انا ما امشيش شايل الحمل ده، وبسامح عشاني مش عشانهم. فانا باخد الخطوات دي عشاني انا. طيب لما سامح مش معناه انه اتنازل عن حقي. في ناس كتير قوي بتخلط بين ان انا شخص متسامح وان انا شخص متنازل عن حقي. شخص متسامح معناها ان انا شخص مدرك جدا ان الناس اللي قدامي دي بشر وهتغلط. حجم الغلط مختلف، في غلط اللي هو غلطوا فيا زعلوني هنت عليهم، وفي غلط اللي هو لا ظلموني وجم عليا وجعوني، وفي غلط اللي هو لا هنوني وخدوا حقي غلط مختلف من شخص لشخص. فانت الشخص بس انت اللي تقدري يعني تقدري حجم الغلط. ممكن يكون حد تاني شايف ان هو يا بنتي غلط بسيط، بس هو غلط كبير، فانت شايفه ان ده كبير فيبقى ده كبير. انت الوحيده اللي تقدري تحددي ايه اللي بيوجعك. ممكن حد مثلا يكون شايف انه بعد وساكت وما بيتكلمش مثلا، اصل هي ما بتكلمنيش، اصل هي سكتت، فانت شايفه لا ده اهانه وغلط، انه انا المفروض تراضيني، المفروض تصالحني، المفروض تقولي حاجه. شخص تاني شايف انه انت اصلا ليكي عين ان انت يعني هي جايه مثلا غلطانه وجايه تكلمني مثلا، فانت ليكي عين كمان ان انت جايه تتكلمي. في حد يقول لك ايوه ما هي يعني جايه تاخد خطوه، وانت بالنسبه لك لا، هي المفروض الاول اصلا تصلح الخطا بتاعها وبعدين تيجي نسب الاخطاء ما بين الناس مختلفه جدا، فما تقيسيش بمقياس الناس، قيسي بمقياس نفسك. انت شايفه الغلط اللي حصل من الشخص اللي قدامك او من الحد اللي قدامك وصل لانه مرحله فين عندك جواكي فين، فهقدر اسامح التصرف نفسه واعرف اصل هم غاليين، فهعرف ان هم غلطوا غلط في حقي، مسامحاهم. لكن التصرف نفسه بيحتاج انه اخد حقي، بيحتاج ان هم يعتذروا، بيحتاج ان هم يرضوني، بيحتاج ان هم يرجعوا لي الحق اللي خدوه، بيحتاج انه في ناس بقى اللي هو الليفل الاعلى بتاع لا ده انا مش بس سامحتهم على التصرف، لا ده انا كمان مش مستنيه الحق منهم. انا عارفه ان هم بشر، انا مش مستنيه منهم هم، انا مستنيه حق من ربنا. عارفين الناس دي بقى اللي هو ايه وصلوا للحته الاعلى شويه، نسال الله ان احنا نكون منهم يعني. وده مش معناه انك حد وحش او ان انت حد وحش لو فكرتي انه لا انا عايزه حقي، لا من حقك تاخدي حقك يا ربنا سبحانه وتعالى عادل ومن حقك تاخدي حقك. لكن في ناس بتقول انه مهما البشر ادوني حقي هو مش هيجيلي زي ما رب البشر هيديني حقي. يعني انا شخصيا بحب الحته دي قوي، يعني بحاول اوصل لها انه مهما اي حد رضاكي او اداكي حقك مش بتكون ابدا على كيفك زي ما ربنا بيبعتها لك. عارفه لما بتسامحي وتتقبلي وراضيه وعارفه ان هم بشر وي وي وي، ومع ذلك برضو انت ممكن تكوني معرضه عنهم وهجرهم هجرا جميلا، خلاص ما بتكلميهمش او خلاص او كده، لان هم واخدين حقك فعلا وانت عايزه حقك، وهم غلطوا فيكي ومحتاجه يرضوكي او محتاجه يرجعوا لك الحق تاني. ومع كل ده انت ممكن تشوفيهم وما ياثروش فيكي اصلا، لانك انت خلاص انت من جوه خلصتي المشاعر دي، انت خلصتي مع الموضوع، يعني اعترفتي ان هو موجود وخلصتيه وتعبرتي عنه وتصالحتي معاه وكذا وسامحتي، ووصلتي لمرحله انه انتوا بشر. بس حقي ده حاجه تانية خالص انا هاخده، ولكن بطريقتي بقى ربنا هيرجعه لي. انا قادره ان انا اخده فعلا، وقادره ان انا اقعد واواجه واخده بعقل وتوازن، ولا زي الاول لا كنت بثور وبغضب وبنهار لا يعني انه فيهم انت يعني في مراحل للحاجات، وعلى حسب حجم الالم اللي انت فيه وحجم الجرح اللي اتجرحتيه بيوصل الموضوع تشافي كل واحد رحله مختلفه عن تشافي الاخر. لكن انا لما اجي اتكلم عن التسامح مش معناها خالص ان انا ما اخدش حقي، مش معناها التنازل عن الحقوق، ولكن التقبل ان دول بشر، وانه البشر خطائين، وانه لو حد محتاج فرصه تانية او ثالثه اوكي، لو في خطوات بتدل على ان حقيقي حصل تغيرات، حقيقي بيردوا لنا حقوقنا، حقيقي بطلوا التصرفات اللي كانوا كذا، حقيقي بقى فيه بنعرف نقعد وبقى فيه حوار وبقى فيه كلام ان احنا نشوف ده كان غلط في ايه ونعيد العلاقه ونصلحها من تاني ونشتغل عليها، او لا اللي حصل ده كان اكبر من ان هو يتصلح، ففراق بمعروف او هجر او وات ايفر بقى كل علاقه بتبقى عامله ازاي، فخلاص ما بقاش ينفع. لكن خلاص بقى في انفصال في العلاقه ايا كانت العلاقه هي ايه،
هنا بقى بتختلف من واحد للتاني. لكن فكره التسامح الداخلي، انك متسامحه مع نفسك ومتسامحه مع اللي حصل ومتسامحه مع الاذى ومتسامحه مع الناس بتاذي ومش شايله العبء ده، هو ده اللي انا بتكلم عنه. مش بتكلم خالص عن تصرفك معاهم هيبقى عامل ازاي، انا بتكلم عن نفسك من جوه. انا عايزاكي من جوه ما تبقيش شايله العبء ده. انا عايزاكي من جوه تبقي ماشيه خفيفه، روحك خفيفه، لانها مش شايله هذه الاثقال، مش شايفاهم شياطين، هم بشر هيفضلوا يغلطوا، والغلط ده هيجي وراه غلط تاني ما اعرفش هو ايه. بس احنا دورنا كبشر ان احنا نغلط او يحصل حاجات ونشتغل عليها. كتر ما احنا ما بنشتغلش على الحاجات اللي بتحصل في العلاقات، بنفوت واحده والثانيه والثالثه والرابعه وبتيجي الحاجات الكبيره بقى. لكن لو احنا بنشتغل على الحاجات الصغيره وقادرين قادرين ان احنا نتعامل معاها، هنا بيحصل تقليل لحجم الاخطاء. لكن صمتنا عن الحاجات وفكرتنا ان احنا نفضل نتحمل عشان المركب تعدي، او عشان الصداقه دي مهمه، او عشان الجواز ده مهم، او عشان ده ابويا وامي، او عشان الفكره ان احنا بس نفضل كاتمين وساكتين او منسحبين او على طول متصادمين، على طول بنتخانق، وعلى فكره ان انا لو ثابت على حاجه واحده بس او رد فعل واحد بس وبعمله طول الوقت، ده بيقول لي ان في حاجه غلط. لانه مش كل المواقف، يعني رد الفعل بيتوقف على الموقف، مش بيبقى ثابت. فلو رد فعلي ثابت في كل المواقف، يبقى في وفي حاجه غلط. بعد بقى التشافي او بعد ما بنشتغل على الحاجات، ردود الافعال بتختلف شويه بشويه، واحده واحده. ومنها ان انا حاسس ان انا خفيف، مش شايل عبء، ان هم وجعوني قوي كده، ما اقعدش ابص لهم واحسس بالقهر والظلم. بالذات الناس اللي بتشتغل على جراح الطفوله، الناس اللي بتتشافى او بتشتغل حقيقي على جراح الطفوله واشتغلتها فعلا يعني سواء مع نفسها او مع حد متخصص واشتغلتها فعلا صح، ما بتكرهش اهلها خالص. هي بتتصالح مع فكره ان هم احنا نفسنا، واحنا اللي بنسمي نفسنا متخصصين تربويين، اكيد عملنا جراح لاولادنا طبعا على حسب نوع الجرح. بس اكيد يعني اكيد مثلا بنتك في يوم انا كنت قاعده مشغوله وجت، او انا متعصبه او متضايقه وجت تكلمني وكان عندها حاجه مهمه قوي، وانا قلت لها انا مش قادره دلوقتي، قلت لها لو سمحتي من فضلك بقى، مش معقول كده يعني، انت ما تشوفيني بالحاله دي مش عارف ايه. ده ممكن يسبب لها الم، ممكن يسبب لها جرح صغنون قد كده، اللي هو ايه ده في ايه. فالجراح مختلفه وحجمها مختلف. في ناس بقى اهلهم عملوا فيهم حاجات كتير قوي. الناس بقى اللي بتشتغل على جراح الطفوله دي بيبان قوي فيها انه انا ما بكرهش اهلي، مش خلاص مش مقاطعهم، مش مستني منهم حاجه، مش مستني منهم حتى يعترفوا بالخطا بتاعهم. انا تصالحت مع فكره انه انا اتاذيت وانا مسؤول عن الاذى اللي انا فيه، فانا بقى شافي هذا الاذى وبشتغل عليه. انا مش مسؤول عن تصرفات الاخرين، انا مش مسؤول هم عملوا كده ليه وعشان ايه، لان هم عندهم جراحهم هم كمان اللي ممكن يكونوا ما اشتغلوش عليها، ففضلوا شايلين العبء ده سنين كتير، وبعدين جم صبوه عليا في حته ما او في جزء ما. لكن انا مسؤوله عن نفسي، انا مسؤول ان انا اشتغل على نفسي واتشافى، لست مسؤولا عن الاخرين خالص. انا مش هاخد دور المنقذ واقعد اصلح في الناس وفي البشريه. يعني عارفين الحته بتاعت العشرينات اللي عندهم واحنا في سن العشرينات عايزين نصلح كل حاجه وكل الكون وكل البشر، ثم نكتشف ان صلاح الكون وصلاح البشر يبدا بصلاح نفسك. فانت مش تشتغلي على نفسك، وما تشتغلي على نفسك، وما تبداي تاخدي خطوه تجاه نفسك وتشافي هذه الحاجات اللي جواكي وتتصالحي معاها وتفهميها وتفكي العقد وتحطي كل حاجه مكانها وتراضي دي وتطبطبي على دي جواكي. كل ده جواكي، ما بتكلمش عن الناس خالص هنا، انا بتكلم عني انا وعن جواكي. يعني تحوطي نفسك وتمسكي نفسك وتراضي نفسك وتصالحي نفسك وتتصالحي معاها وتبقي معاها شفافه وتبقي انت حقيقي وتطلعي نفسك الحقيقيه اللي تغيرت من حاجات كتير واقنعه كتير اتلبست عشان انا قويه فمش لازم حد يشوفني، فانا ممكن اكون مجروحه اجي قدام الناس انا تمام مفيش اي حاجه خالص. ممكن ابقى عندي حاجات كتير واجي الناس تقعد تتكلم مفيش، انا زي الفل. يعني ايه الحاجات اللي بتتكلموا عنها مش فاهم، مش ايه ده، حد يسالك مالك مثلا ولا اي حاجه، مالي ايه في ايه في ايش حاجه. فالاقنعه الكتير اللي بنقعد نلبسها عشان نبقى بان قدام الناس اقوياء، خلاص ما بقتش محتاجينها، ما بقتش محتاجاها، لان انا شخص متصالح مع نفسي. انا شخص عارفه المشاكل فين وفاهمه انه كل الناس عندها مشاكل، مش انا لوحدي اللي عندي المشاكل. وفاهمه انه الجراح او الالام او الضغوط او الازمات او الحاجات دي بتيجي عشان يعني تخلينا نشتغل على نفسنا ونروح لحته افضل، مش بتيجي عشان نخاف ان احنا نبقى ضعفه وتضعفنا قدام. خلاص احنا ما بقاش الخوف بيسيطر علينا. الناس اللي بتشتغل على التشافي وبتشتغل على جراحها وبتشتغل على الازمات اللي عندها وبتشتغل على المها وبتشوفها وبتدركها،
تبدا تتخلص من الخوف اللي بيثبتنا مكاننا، الخوف اللي بيخلينا نخاف من المجهول، الخوف اللي بيخلينا مش عايزين نروح في حته تانية خالص عشان احنا مش عارفين هي ايه، او عشان خايفين نتوجع تاني، او عشان خايفين نتألم تاني. اللي بيتشافي بيبقى عارف انه هيفضل يتوجع، نسبة الوجع هي اللي هتقل، لكن هو يفضل يتوجع عشان احنا عايشين في الدنيا محدش هيعاملني بيرفكت. مفيش، ما هو لازم يحصل ميس اندرستاندينج، لازم يحصل سوء تفاهم بيني وبين حد وانا بتكلم، لازم كلمه تعصبني عشان اشوف انا هتعصب وهوصل لمرحله فين في العصبيه، لازم حد يوجعني عشان اشوف وانا رايحه ناحيه الاكتئاب قوي ولا قعدت زعلت كام ساعه وخلاص ولا يوم وخلاص. ما هو انا لازم اشوف انا تطورت فين، فطول الوقت هيحصل حاجات. فمفيش حاجه اسمها علاقه بيرفكت، مفيش حاجه اسمها حد ما بيوجعناش، مفيش حاجه اسمها حد بيعاملنا بالظبط زي ما احنا عايزين، مفيش حاجه اسمها كده اذا كان احنا مش بنعامل نفسنا بالظبط زي ما احنا عايزين. يعني حتى خطابنا مع نفسنا وكلامنا مع نفسنا مش بيبقى بالظبط زي ما احنا عايزين، احنا بنيجي على نفسنا وبنظلمها وبنضغطها وبنجلدها وبنحاسب. اذا كنا على نفسنا بنعمل كده، امال بقى مستنيين من الناس يبقوا بيرفكت معانا ازاي؟ مفيش كده. فالفكره انه التسامح هو تسامح مع كل اخطاء الدنيا، ومع ان الدنيا مش كامله، ومع ان الاشخاص مش كاملين، ومع ان الحاجات حلوه وهي مش كامله ويلا نكملها ونشتغل عليها. تصالح مع انه ممكن يكون التغيير او الحاجه اللي احنا خايفين منها او المجهول ده ممكن يكون احلى بكتير من المنطقه اللي احنا قاعدين فيها. انه حاجات كتير ممكن تحصل. التشافي او التسامح او التصالح بيبقى مع انا من جوه. فاتمنى، بحب قوي فكره انه ما نركزش على الانتقام، وما نركزش على فكره ان انا هوجعهم زي وجعوني وهعملهم. لا، ليه؟ لانه في ناس كتير قوي بتخاف من فكره، من كتر الحاجات اللي على السوشيال ميديا بتاعت زي ما عملوا فيك اعمل فيهم، وهم اللي يستاهلوا اللي مش هذه الخطابات العدائيه اللي انا بسميها خطاب عدائي فعلا، بتخلي الناس لما تظلم حد او تيجي على حد او توجع حد او كده تخاف تروح تعتذر له او تصالحه او ترضيه او تبدا بخطوه معاه لا يكسرها، لا يجي عليها زي ما هو جه. بيخافوا الناس يقربوا، بقينا بنخاف نقرب من بعض لا نوجع بعض. انتوا متخيلين الخطابات العدائيه دي موديانا لفين؟ لكن لا، ربنا ما خلقناش كده، ربنا خلقنا بشر لتعارفوا، يعني شعوبا وقبائل لتعارفوا، عشان تتعاملوا مع بعض، تتكلموا مع بعض وتصبروا على اذى بعض. في علاقات لا مش هتنفع خالص فبننسحب منها وهجرهم هجرا جميلا. ما تنفعناش، في ناس ما تنفعناش نبعد عنها ونعيش في حياتنا او مع الناس اللي تناسبنا او في الحياه اللي تناسبنا، لكن مش معناها ان احنا نفضل نشيطن فيه وحشين مش عارف ايه ونفضل بقى نشتم فيهم ونعمل ونقعد بلاش نقعد في دايره الانانيه او الانتقام او السلبيه او شحن القلوب بانه خد حقك منهم، انتقم منهم، طلع، عرفهم انت مين. انت لو انت عارف انت مين من جواك مش هتحتاج تعرفهم انت مين، لانهم هيبقوا عارفين انت مين من معرفتك بنفسك، من توازنك واتزانك ومعرفتك بقدرك وبقيمتك. انت عارفه قيمتك كويس، كل اللي هيقرب منك هيبقى عارفها لو انت عارفه قيمه نفسك. مش محتاجه تبقي انا هجلدهم زي ما جلدوني وهسمعهم نفس الكلام اللي قالوه لي عشان يقدروا انا مين. كل دي حاجات جايه من الخوف، جايه من الايجو، والايجو ده ليله طويله قوي ممكن نتكلم. الايجو مش معناه الغرور يا جماعه، في ناس كتير قوي كل ما يكتب كلمه ايجو تتخيل ان هو غرور وتكبر. لا، الايجو ممكن يكون خوف، الايجو ممكن يكون سيطره، الايجو ممكن يكون تحكم، الايجو ممكن يكون تكبر، الايجو حاجات كتير قوي. فالايجو هو انا اللي مش حقيقيه، مش حقيقتي انا، ده القناع او الحاجه اللي انا حطاها عشان ابين للناس حاجه تانية. فلو انا شخص اصلا متسامح ومتقبل وعندي استعداد ان انا اقعد واتكلم وهاخد حقي وانا قاعد واتكلم، او غلطتوا فيا رضوني، او ما اسمحش بكذا وكذا وكذا. لو شخص عارف قيمته، انا ما اسمحش بكذا فيه، ده ما اسمحش بيه وده اسمح بيه، ده يناسبني ده ما يناسبنيش، ده كذا ده كذا. لكن فكره ان انا ابقى قاعد مستنيهم يجوا لي او يجي لي حقي عشان اطلع عنهم زي ما طلعوا، ايه يا جماعه في ايه؟ ما هذا الانتقام اللي بيحصل في العالم. يعني احنا مش مخلوقين عشان نبقى كده، احنا مخلوقين عشان نرتقي. ومن الرقي ان احنا لما نتوجع نعرف حجم الألم والوجع، فما نروحش نقعد نوجع بيه الناس. يعني نوقف دايرة الانتقام ودايرة الأذى دي عندنا. دي دايرة من الأذى، إن كل حد بيأذي حد يروح يأذي غيره وينتقم، دي دايرة مؤذية جدا. فنوقفها عندنا، ناخد قرار إنه أنا هوقفها عندي، ولست بشخص ضعيف، أنا شخص قوي ومن قوتي إني أقدر أكسر الدايرة دي. ده بالعكس، ده منتهى الضعف انه اللي يأذيني اذيه، انا رد فعل بس. لكن لا، انا فعل اني هوقف دايره الاذى عندي، انا فعل اني هسامح، مش متنازل عن حق بس مسامح ان انتوا عملتوا ده، متقبل ان انتوا بشر وبتعملوا ده، وحقي على حسب او
اللي يرضيني على حسب اللي يرضيني، على حسب انا التصرف اللي انتوا عملتوه. مش مثلا يبقى حد غلط فيك بكلمه صغيره فيبقى لا انت بقى تعمل وتعمل وتعمل وانت تعملي، لا ما هو في نسب بقى، يعني في حاجات، فاحنا نبقى متوازنين وعاقلين ومتصالحين ومتقبلين. فالفكره هنا انه الناس بتتخيل التشافي حاجه تانية، فالتشافي ما فيهوش انتقام خالص. اي حد بيشتغل على التشافي وبيتشافى حقيقي ما بيبقاش عنده انتقام، ما بيبقاش عنده مشاعر كره او غل او حقد او كراهيه تجاه حد، مفيش الكلام ده خالص، الكلام ده بيبقى مش موجود. بيبقى عنده مشاعر غضب، يعني ممكن يغضب لانه انسان، احنا مش بنبقى ملايكه، يعني احنا مش بنتشاف عشان نبقى ملايكه، احنا شايفه بنفضل بشر زي ما احنا، لكن بنعالج وبنصلح الحاجات اللي جوانا، فهنفضل نغضب لكن مستوى الغضب بتاعنا هيبقى مختلف. هنفضل نتضايق ونقول كلمات، بس نوع الكلمات اللي بنقولها هيبقى اقل حده ومختلف. هنفضل نتصرف تصرفات كذا، اما ايوه بس هنفضل، بس كل مره هنطور من التصرفات دي وهتبقى في حته تانية، فكده نبقى بنشتغل على نفسنا، كده نبقى بناخد خطوه تجاه نفسنا. لكن انا بتشافى وبتصرف نفس التصرف؟ لا. بتشافى وباذي الناس نفس الاذى؟ لا. بتشافى وباذي نفسي نفس الاذى؟ لا. بتشافى وبقبل على نفسي نفس الاذى اللي كانوا بيعملوه فيا؟ يبقى لا، ما تشافتش. كل ده معناه ما تشافتش. متشافي وقاعد مستني الانتقام وانا هشوفه في يوم، ما تشافتش. كل ده متشافي بس يا رب بدعي عليهم كل يوم، مش ما تشافتش. ما تشافتش. انا مش مسؤوله عنهم وماليش علاقه بيهم، خلاص انا سبتهم لله. حقي انا عايزه، لو قعدنا او ما كان في بينا حاجه او هاخد حقي، لو جالي حقي هاخده، او لو كان في مواجهه او حاجه هاخد حقي، ولكن انا مش هفضل ادعي عليهم ولا هشغل نفسي بيهم، انا كده يبقوا اتحكموا في حياتي. يعني اي حد، كل الناس حد هيأذينا فنشيل له حاجه جوه ونفضل ماشيين بكل الحمول دي، يبقى الناس دي كلها متحكمه في حياتنا. لا، انا مش عايزه الناس دي تتحكم في حياتي. خلاص زعلان منهم بس مكمل حياتي، بشتغل على نفسي، بتطور اكتر. متضايق اني هنت عليهم، ماشي معلش، اتوجعت، حصل خير، يوجعوني، اتعلمت من الوجع، اتعلمت ما اجيش على نفسي المره الجايه، اتعلمت اقول ده مش مناسبني، اتعلمت اقول ده قلل من قيمتي، ما اسمحش بده، اتعلمت اقول مش من حقكم تعملوا كذا، اتعلمت اقول لا مش هعمل ده، اتعلمت بس اقوله ازاي؟ اقوله وانا بقول لا مش هتعملوا ما اياكتي لا، العلاقات كلها وحش، الناس وحشين، انا هنتقد. ما اتشافتش. ما اتشافتش. لما تتشافى هيبان عليك وهيبان عليكي، كل اللي حواليكوا هيلاحظوا، هتبقوا في حاجه مختلفه جواكوا، الحمل والعبء ده هيطلع، هتبقوا متقبلين ومنفتحين على العالم وعلى كل الناس، حتى اللي اذوكوا هتقعدوا وتتكلموا معاهم، لو عايزين يتكلموا معاكم ويقولوا لكم مثلا عايزين نقعد نتكلم، يلا بينا نتكلم. ممكن اخره الكلام يكون انه اللي حصل ده كذا كذا ولا ما اسمحش بيه وكذا وكذا، ومش عايز يبقى في علاقه ما بيننا مثلا او كذا، ولكن انا غير متنازل عن حقي وعايز كذا، 1 2 3 متسامح. انا تسامحت اصلا ان انا قعدت معاهم لانه كان الاذى شديد قوي. عفوا. فالفكره فكره انه التشافي الناس بتفهمه كتير غلط. الانتكاسات اللي بتحصل في مرحله الاختبارات في التشافي دي لازم تحصل. الانتقامات غير موجوده في التشافي. التسامح ليس معناه تماما التنازل عن حقوقي. التسامح مع نفسي اولا ومع الاخطاء اللي انا اخطاتها في حق نفسي، واتكلمت عن ده كتير في فيديوهات تانية، عشان كده ما اتكلمتش عن ده هنا اكتر، لانه انا اتكلمت عن ازاي اتعامل مع نفسي واتصالح معاها، وازاي ارفض الحاجات اللي انا ما كنتش جايه على نفسي، وازاي ابطل جلد ذات مع نفسي اكتر. النقطه الخامسه، يعني انا هقول لكم الاربع نقط تاني. اول حاجه ان عرفت ان كان في ازمه او جرح، واثنين اتعرفت عليه وبدات اتقبله واخرج بره الكومفورت زون بتاعتي، او خدت قرار ان اخرج بره الكومفورت زون. رقم 3 اني اخد خطوه تجاه نفسي وابدا في حل. 4 اني اتقرب وابقى عارف جدا او عارفه جدا ان في اختبارات هتحصل تتست هو انا وصلت لحد فين، او انتكاسات، ان في مواقف هتحصل من اشخاص مختلفه او حاجات مختلفه عشان تشوف هو انا فين. اتقبل ده واشتغل عليها، ما ترجعنيش لورا قوي، ممكن تقعدني كده اخد مرحله اشوف اوكي حصل كذا، انتكست، اوكي حصل خير، يلا بينا نكمل، انا فهمت، لو حصل ده تاني هبقى فاهمه انا رايحه فين، فتمام تمام. رقم 5 انه مفيش حاجه اسمها تشافي كامل، ليس هناك ما يسمى بالتشافي كامل. انا تشافيت وبقيت زي الفل، مفيش حد زي الفل ومفيش حد تشافى كامل، انها رحله كامله للحياه. لحد ما نموت هنفضل نشتغل على حاجات جوانا، وهتفضل تظهر حاجات جوانا. ممكن اكون خلصت من كلكوعه معينه، حته معينه، حاجات، طبع معين صلحته،
جرح معين دويته، علاقه معينه اشتغلت عليها او whatever. بس انا دلوقتي تشافيت من حاجات، ولكن مفيش حاجه اسمها تشافي كامل. واحنا مخلوقين في الحياه عشان نقعد نطور من جوده حياتنا ومن نفسنا ومن شخصياتنا، فانت تفضلي تطوري من الشخصيه بتاعتك طول الوقت وتشتغلي عليها. فالمواقف بتحصل عشان نشتغل على نفسنا ونروح لحتت افضل. لو احنا متخيلين ان المواقف لازم تحصل كويسه والناس لازم تتصرف كويس، يبقى احنا مش فاهمين الحياه، وهنفضل بقى طول الوقت عمالين نشتكي من الناس ومن الحياه. لكن لما نفهم مفهوم انه لازم يحصل حاجات سيئه عشان نقف وقفه مع نفسنا ونقول الحاجات السيئه اللي حصلت دي ازاي نتصلحها، وازاي ليه ضايقتنا. اي تصرف ضايقك، او اي تصرف استفزك، او اي تصرف اغضبك، او اي تصرف احزنك، او اي يعني حاجه مش اللي هي الطبيعيه، في حاجه كبيره حصلت وراء ان انا بقعد مع نفسي اقول ايوه الان فين سعادتك، عندك استعداد تواجهي الان، عندك استعداد تشتغلي على الان، عندك استعداد تاخدي الان دي في مكان احسن، تطلعيها، تشافيها، تشتغلي عليها. يبقى انا كده بطور من نفسي. ما عنديش استعداد، يبقى انا بنسحب وبتخلى عن نفسي وبقول انا تمام في الكومفورت زون بتاعي، انا زي الفل، انا ما فيهاش حاجه، الناس كلها مليانين بلاوي وانا اللي ما عنديش بلاوي، وما فيش حاجه اسمها كده. دي مرحله انسحاب وتخلي عن النفس، بنتخلى عن نفسنا. ليه؟ لان في مجهود كبير هيحصل، في مجهول هيحصل، فانا لسه في مرحله الخوف. انا خايف، مش قادر على المجهود، مش عايزه، خايف من المجهول، مش قادر على التغيير، خايف من المشاعر اللي هتطلع والغضب، خايف اتألم، خايف من الألم نفسه. فستيل في خوف، وهو كلنا عندنا خوف بدرجات من حاجات. في حد عنده خوف مثلا من حاجه معينه بنسبه كبيره، وفي حد الخوف من الحاجه دي بنسبه اقل. فلما بنشوف حد تصرفه مثلا، يعني مثلا شخص بيحب المواجهه، ما عندوش مشكله مع المواجهه جدا، هو بيحب يواجه اصلا ويقعد يلا نتكلم. وشخص تاني بيخاف من المواجهه لانه دايما مثلا في طفولته كانت المواجهات دي عباره عن الم. فالشخص اللي بيحب المواجهه دايما يحكم على اللي بيحبش المواجهه انه جبان. الاحكام احنا احكامنا جاهزه، انت جبانه عشان مش بتواجهي، ماشي، متخاذله. بينما والشخص الجبان، او يعني مش الجبان، الشخص اللي هو اللي انسحب او اللي انسحبت، بتحكم على الشخص التاني انه متهور او انه مسيطر او انه متحكم. فكل واحد بيحكم على التاني في حاجه. ليه؟ لانه انا عندي جرح غير الجرح اللي عندك، انا تصرفي غير التصرف. طيب انا بقى محتاج ابطل احكام على الناس واتكلم عن نفسي. انا ليه كل مره بهجم؟ انا ليه كل مره بنسحب؟ انا ليه كل مره بحزن؟ انا ليه كل مره بغضب؟ انا ليه كل مره بتألم؟ ليه؟ انا اسال نفسي انا ليه وعشان ايه وهعمل ايه بقى لما اعرف ده واروح فين. هي دي الخطوه. هشتغل على ده وهروح، ولا هفضل متقبله انه انا كل مره هتألم وكل مره هتصرف نفس التصرف واتس اوكي وانا موافقه على كده وهعجبني كده وعايزه كده. ده يور تشويس، ده قرارك. قرارك، يعني ده قرارك في النهايه. ولكن كنت حابه في الفيديو ده اني اقول انه التشافي رحله، يعني مراحل في حياتنا، كل مرحله بنروح فيها وبنتشافي فيها من حاجه مختلفه. التشافي حاجه جميله قوي، يعني انا مريت بكذا رحله في كذا شيء، ومنها جراحه الطفوله. وكانت رحله عشان بس الناس اللي متخيله انه عشان احنا وصلنا للطفه دي وبقينا هاديين ومتوازنين انه هي كانت رحله جميله. وفي ناس بتكتب على الفيسبوك كمان ان هي رحله حلوه وجميله قوي. هي رحله حلوه للروح وللقلب ولانك خفيف، ولكنها رحله مؤلمه جدا. فلازم نكون محضرين اسلحتنا ومستعدين للالم. ايه ده اسلحتنا دي اللي هي ايه؟ يعني مش فاهمه. اسلحتنا القويه، اسلحتنا اللي جايه من المصدر، اللي هي الله سبحانه وتعالى. ان احنا بدل ما نستقي الامان من البشر، فلما البشر يقعوا او يغلطوا فينا فاحنا نحزن قوي، احنا هنستقي الامان من المصدر، من الله سبحانه وتعالى. هنسند على المصدر بدل ما احنا خايفين طول الوقت وعايزين حد يطمنا، فاحنا نروح نطمن بالله. فلما تيجي علاقه تانية مش هتدينا الامان والاطمئنان الكامل، فلو العلاقه دي مشيت اماننا هيقع. لا، هي هتدينا سعاده اكتر. احنا محتاجين نبقى سعداء مع نفسنا الاول، وبعدين وجود علاقات اخرى او اشخاص اخرى في حياتنا او حاجات في حياتنا بتزود هذه السعاده. بتبقى الطف. بس مش معناها ان عدم وجود هذه الاشياء ان احنا سعداء وبؤساء وقاعدين مستنيين بقى حاجه تخلينا احسن. لا، احنا بنبقى احسن. ليه؟ لان احنا مرتبطين بالله ومتعلقين بالله واخدين املنا بالله ومطمئنين بالله، وعارفين ان ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عملا. فاحنا كل ما هنشتغل على نفسنا كل ما نروح في حته احسن. فهي رحله مؤلمه وجميله وشاقه ومرهقه وبتاخد وقت على حسب نوع الحاجات، الجروح والحاجات اللي عندك. لكن
ان لم تتقوى فيها بالله فما خليكي قاعد مكانك. يعني خليكي قاعده مكانك ان لم تتقوي بالله، او ان لم تشتغلي الاول على علاقتك بربنا ويبقى في اساس ثابت عشان تقدري تواجهي الحاجات اللي هتظهر لك في رحله التشافي. والا فلا، لانه ما حدش بيعدي من الرحله دي بدون الله. يعني انا شفت كتير، لكن دون الله ما حدش بيعدي. بتقع في بتحصل حاجات بتقع، لكن مع الله او في معيه الله او في بتشتغلي على علاقتك بربنا الاول، هي دي اللي بتديكي القوه انك تقومي وتكملي. هو بيفتح لك ابواب تشتغلي عليها. فاشتغلي على العلاقه الاولى، علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، ثم اشتغلي على اي حاجه من الخمس حاجات اللي انا قلتها. واتمنى انه كلامي يكون واضح. يعني ايه تشافي؟ كلامي يكون واضح عن الجراح بتاعه الطفوله او الازمات اللي بنمر فيها في حياتنا، سواء في علاقات، سواء في شغلنا، سواء في اي حاجه. وغالبا الجراح بتيجي من العلاقات يعني. سواء علاقاتنا مع اولادنا، مع اهلنا، مع شركاء الحياه، مع اصحابنا، العلاقات اللي حوالينا، مع جيراننا، مع الناس، مع اي حد. او كمان الفكره تكون وضحت قوي في الحته بتاعه الانتقام والتسامح، وانه التسامح مش معناه خالص ان احنا نتنازل عن حقنا، والانتقام مش معناه خالص ان احنا تشافينا ان احنا لما ننتقم. وكمان ان احنا مش ضعفة لما نبين ألمنا وجرحنا، ولكن بنسب طبعا. يعني في ناس ما ينفعش تبين قدامهم ألمك خالص، لكن في ناس ممكن تبين قدامهم كل جراحك ويتحملوها ويتقبلوها. والا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى ادانا العلم دوت وخلق يعني المتخصصين والناس دول اوجبهم عشان يقدروا يسمعونا ويقدروا يشوفونا، او الناس القريبين منا او الغاليين او العزاز او اللي بيفهمون. ما كانتش العلاقات دي بقت موجوده. ف اتمنى ان الفيديو يكون ساعد اي حد فيكم باي حاجه، واتمنى انه يكون وضح حاجات. لو عندك اي سؤال اكتبيه تحت الفيديو هشوفه وهحاول ان انا اجاوب عليه. واشوفكم في فيديو جاي.